السلام عليكم، رمضان كريم والله يتقبل الطاعات. اليوم راح نسوي شربة زبيب عراقي. عندي هذا الزبيب، هذا أوزبكستاني، موجود بكارفور، موجود بالمحلات بالأسواق بالشورجة تلقوه. هذا ما بينوى وحجمه يصير أكبر وما يختلف بالطعم نهائيا عن الزبيب العادي اللي يكون حجمه أصغر وبينوى ويكون يابس. هذا حتى طري. المقدار اللي استخدمته، هاي الكاسة اللي تشوفوها اثنين من هاي الكاسات. غسلتها زين عدة مرات، نغسلها لين بيها شوائب أوساخ، هاي كلها لازم نتخلص منها. خليت عليه 800 لتر مي على هاي الكمية. وبعدين خليت لها نعناع مطحون، هذا النعناع أنا مجففته، خليت ملعقة ونص. فهي انتو حسب الرغبة، تريدون تزيدون الكمية تقللوها، بقت حسب الرغبة. هالشكل نخوطه زين إلى أن يتجانس النعناع ويا الزبيب، ونغطيه ونتركه. كل ما تكون يعني الفترة اللي تتركوها بيها مثلا 20 ساعة، يوم كامل من الليل للصبح، يكون أفضل. بس تخلوه بالثلاجة لين الجو يتغير، فراح يتخمر إذا خليتوه بدرجة حرارة يعني عالية، لازم برودة. هاي ثاني يوم أنا خليته بالثلاجة، ثاني يوم شوفوا شلون انتفخ، وعصرته هو بمحله، وبعدين صفيته بهاي المصفاة. ممكن تستخدمون المكسر، الخلاط، البروسيسور، التحضير، ماكينة التحضير عادي، هذا ما بينوى. بس إذا بنوى أنتوا تستخدمون محضرة الطعام، ما تستخدمون الخلاط، لأن على مود النوى لا ينطحن وياها ويعطي مرورة. هالشكل أنا استخدمت هاي الطريقة للي ما عنده لا محضرة طعام لا خلاط. وهي هاي طريقة أهالينا، يعني أيام زمان كانت هاي الأجهزة الحديثة ما متوفرة. شوفوا عصرته مرة، وبعدين مرة الثانية هم خليت مي، وأظل أخلي مي إلى أن الزبيب خلص بعد ما بيمونه، يعني ما يبقى بيمونه. هالشكل نصفيه من عنده. وأعطيكم معلومة، اللي يبيعوه بالمحلات يستخدمون ماكينة ثرم اللحم، يحلجوه، يسموه الحلج، يحلجوه بماكينة ثرم اللحم. هاي الثرامة يعني يا اما كهربائية يا اما عادية. اي هنا خليت كوب شكر، طبعا هم الشكر حسب الرغبة، وهنا ملون غذائي مسموح به، يعني ما بي اي اضرار. لازم نخلي الملون الغذائي، لانه اصلا يعني الزبيب شفتوا لونه الطبيعي ميال للون البني، بس نخليه له ملون. وحتى يعني بالمحلات هم نفس الطريقة يستخدمون، بس هذا ما بمضرة يعني على فكرة هذا الملون. وخليت لها شوية ليمون دوزي، ما أدري انتبهتوا على الفيديو ولا لا، أنا خليت شوية ليمون دوزي ويا الشكر، ورا الشكر بالضبط، زين يعطي طعم طيب، ويعني يكاسر بين الحلا والحموضة، يصير هالشكل، يصير حامض حلو. وهالشكل كمل عندنا الشربت، ما أخذ وقت هواية، مجرد أنه خليناه من الليل للصبح بالثلاجة. وهذا الشكل النهائي. طبعا تريدون تصفوه من النعناع بعد، انتو حرين. يسلمكم العافية، باي باي.